تعالوا بقى نتكلم ازاي الموسيقى بتأثر علينا تأثير نفسي. ليه هي حرام من ناحية التأثير النفسي؟ وهنا هنقول ان المشكلة الأكبر في الأغاني مش الموسيقى بس، لكن كمان الكلمات، لأن الكلمات بتأثر على عقلنا الباطن وبتتحكم فيه. والجزء ده اللي فسر لي ليه الكلمات بتاعت الأغاني كمان حرام. يعني على حسب اجتهادي وعلى حسب ما سمعت شيوخ بيقولك ان الاغاني حرام علشان الموسيقى نفسها او المعازف نفسها حرام، والكلمات لها ما لها وعليها ما عليها. يعني لو كلمات الأغاني دي بتتكلم في حب وغرام وخيانة وعياط ونكد والكلام ده فهي حرام. لكن لو كلمات أغاني وطنية تحفيزية اجتماعية، في حب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أي أغاني بعيدة عن الحب والمشاعر والدلع والهيام، فالكلمات في حد ذاتها مش حرام، لكن تكون من غير موسيقى. فبرضو ما كنتش فاهمة ليه ما الكلمات كلمات. لكن في التأثير النفسي زي ما قلنا ان هو بيأثر على عقلك الباطن، فهتلاقي كل ما انت ما بتسمع اغاني عن الخيانة خلاص الخيانة بقت كلمة مألوفة في دماغك. كل ما بتسمع اغاني كئيبة خلاص الكآبة والغدر وغدر الصحاب والوجع بقى برضو مألوف جوه دماغك. فالحاجات دي على قد ما هي ما بتبقى مألوفة، احنا بنبدأ نتعامل معاها ان هي واقع. انا لما ارتبط هتعامل ان لا، امتى هتخني عشان اشغل اغنية الخيانة؟ اصحابي كلهم غدارين وكدابين، مفيش حد سالك. خلاص انا الاغاني اثرت عليا وكلماتها اثرت عليا ان ما بقاش فيه ثقة في اي حاجة. وانا الكلام ده زي ما قلت بيبقى في عقلي الباطن، عقلي اللاواعي. يعني انا ما ببقاش فاهمة ولا واعية ان انا مشاعري المضطربة دي او الافكار الغريبة اللي عندي دي بسبب شوية اغاني انا بسمعها.